علمنا التاريخ ان كل حرب فيها فائز وفيها خسران. ده التاريخ. اما النهارده التاريخ الجديد اللي بيتكتب جديد، لا في فائز ولا في خسران. الخسران هو المتفرج فقط لا غير، اللي ملوش لا ناقة ولا جمل في الحرب هو اللي خسران. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ هقول لك يا سيدي، لان الحروب النهارده بالاتفاق. احنا هنتفق مع بعضينا عشان هنعمل الحكاية دي. انا عايز اعمل الحكاية دي، فلازم نعمل شوت كده قدام العالم، فيلم كده حلو كده الناس تصدقه. زي اللي بيحصل دلوقتي ما بين احفاد القردة والخنازير وال14 جماعة اللي في قلب فلسطين. دول 14، خدوا بالكم الكلام. بعد ما هتخلص الحكايه هيتخانقوا مع بعض عشان مين القائد. برضو خلينا فاكرين الكلام ايه اللي حصل ده. حد منهم زعل او خسر او الحكايه؟ لا، ده فيلم متصور تمام. لما يموت 2 3 عادي يعني، مش مشكله. 50 مش مشكله. انما مين بقى الخسران الاكبر؟ اهل فلسطين. اهل فلسطين اللي هم الاساس، عايزينهم يطلعوا بره فلسطين. واللي حواليها بقى، واللي حواليها اردن، مصر، سوريا، لبنان، هم دول متفرجين. تقعدوا ازاي متفرجين؟ فلازم لازم تخسروا. هي دي حروب الجيل هنقول ايه، خامس سادس، اي جيل بقى في الاجيال اللي عملوها دي. الحروب، الفرق بين الحروب زمان وحروب دلوقتي. انت مع مين بقى؟ مع حروب دلوقتي اللي بيضحكوا على البشر فيها، ولا مع حروب زمان؟ نهاركم جميل.